السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل سلطة الحاتي أو سلطة المشاوي بطريقة حلوة وجميلة، وهنشوف سر لون المية بتاعتها وطعمها الجميل. طبعا بمكونات بسيطة جدا: خيار، توم، ليمون، بصل، طماطم، فلفل بارد أو حامي اختياري، كزبرة، شبت وبقدونس. يبقى المكونات بتاعتنا سهلة: خيار، توم، ليمون، بصل، طماطم، فلفل حامي او بارد اللي يريحك، بقدونس وشبت. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده الاول نتبل كده التوم بتاعنا. نجيب كده بولة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده الاول ننزل كده بفصين التوم، نهرسهم. طبعا كده هنقول لكم ازاي تعملي كده سلطة المشاوي او سلطة الحاتي اللي بتاكليها في مطاعم المشويات، او يا رب كده حتة في مطاعم الفول والطعمية، والمية بتاعتها اللون الجميل. طبعا كده نزلنا بالثوم المفروم. نبدأ كده نقطع الخيار. طبعا كده مش عايزين تقطيعة صغيرة، لان هي كده بتتعمل تقطيعة كبيرة شوية بالشكل ده. طبعا كده سلطة جميلة بتمشي جدا مع المشاوي، الكفتة، الفراخ. طبعا هي كده حلاوتها ان كل حاجة بتكون كده كبيرة فيها، ما بتكونش صغيرة. طبعا كده كفاية كده خيار. طبعا كده هنتبل الخيار بتاعنا الاول. كده نجيب البصل، نشيل كده منه اي حاجة. طبعا كده لازم تتبلي البصل والخيار والثوم. طبعا وبرضو البصل عايزين كده تقطيع جوانح، مش عايزينه مفروم عشان احنا مش هنشتغل بالطبخ. بالشكل ده، ونفتته كده بايدينا. لازم كده نفتت البصل كله بالشكل ده، ونقطع كده النص التاني. وننزل كده بيه. طبعا كده هنبدأ نتبل البصل والثوم والخيار بتاعنا. ننزل كده بنص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا. طبعا كده شطة اختياري اللي حبيبها حراقة، ربع المعلقة ملح. نبدأ كده ننزل بالليمون. هي طبعا كده حلاوتها في المية بتاعتها واللون الجميل بتاع المية، هو اللي بنسأل بيتعمل بره ازاي وايه اللي بيخليه يدينا اللون الجميل ده. طبعا كده ونبدأ كده بايدينا نتبل كده الخيار والبصل والثوم بالبابريكا والكمون والليمون والملح وسنة الشطة. طبعا كده تبلناهم كده كويس، هنركنهم كده على جنب عبال كده طبعا ما نشتغل في الباقي بتاعنا، الطماطم والفلفل والخضرة. طبعا كده هنجيب الخضرة بتاعتنا. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نقطعها كده. طبعا كده هنقطعها الخضرة طبعا كده بتاعتنا فريش طازة. قطعناها كده تقطيعة حلوة، وننزل كده على الحاجات اللي احنا تبلناها. طبعا كده الفلفل،
مقطعة كده حلوة. طبعا ممكن كده تستبدلي الفلفل الحامي بفلفل بارد، مفيش اي مشكلة. وننزل كده بيهم على باقي الحاجات بتاعتنا. طبعا كده الطماطم، نقطعها كده مكعبات. طبعا انت كده لازم تعمليها قبل الاكل بساعة او بنص ساعة، لان لازم تركنيها كده في التلاجة ساعة او نص ساعة قبل ما تاكليها، عشان تديك الطعم الجميل اللي بتاكليه برا. مش يعني تعمليها وتقدميها على طول كده للاكل. طبعا كده خلصنا كل الخضار بتاعنا وقلبناه كده مع بعضه. طبعا كده ننزل بكوباية مية ساقعة متلجة، عليها كده حوالي ربع كوباية خل، ونقلب كده. شايفين لون المية بتاعت السلطة؟ ممكن كده نزود شوية مية تاني. طبعا كده ننزل كده بمكعبات تلج عشان كده تخليلك الخضار معاكي صاحي وما يتباش. هي نص ساعة اللي هتركنيه في التلاجة. شايفة كده لون المية؟ هي دي سلطة الحاتي او سلطة المشاوي اللي احنا بناكلها برا وبنسأل. بتبقى سر لون المية بتاعتها، هي بتتعمل كده. طبعا كده شايفين السلطة بتاعتنا، سلطة المشاوي او سلطة الحاتي اللي احنا عملناها. شايفين كده لون المية بتاعتها حاجة كده اللهم بارك. طبعا كده عملناها في البيت بكل سهولة، ممكن تعمليها بالطريقة دي ممتازة احسن من بتاعت برا بكتير. وعرفنا سر لون المية بيتعمل ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.